السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ شوينا السمك بطريقة انما ايه تحفة، لا دخانة ولا ريحة زفارة ولا الكلام ده. عملناه ما خدش مننا وقت خالص، غير بقى ايه الطعامة. عايزين تعرفوا عملناه ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة جايبين سمك، هنعمل سمك مشوي مع بعض. هنعمل أحلى سمك مشوي وأسرع سمك مشوي من غير دخان ولا ريحة ولا الكلام ده، وهيكون أطعم بكتير من السمك اللي احنا بنشتريه من المحلات، وأرخص طبعا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله السمكية كبيرة حلوة قوي قوي قوي. غسلينه كويس. يا لولي بنت ابني معايا بقى فايه بتشرح لكم. ما شاء الله السمك زي ما انتوا شايفين كده غسلينه كويس وعصرين عليه الليمون ومخليينه كده ايه حاجة تحفة. تمام حبايبي؟ بس يا لولي، اهم شيء ان احنا ما نشيلش القشرة بتاعة السمك. زي ما انتوا شايفين مخليين القشرة الخارجية دي اللي بتتشوي علشان السمكة ما تنشفش مننا. تمام حبايبي؟ احنا دلوقتي عصرنا عن الليمون وهنسيبه كده نص ساعة عقبال ما نحضر التتبيلة بتاعة السمك. مع بعض بقى التتبيلة عبارة عن فلفل سبايسي بقى، فلفل رومي زي ما انت عايزة، توم، هنعمل كمية تتبيلة، كمون، معلقة كمون كبيرة، معلقة كزبرة كبيرة، كتري من الكزبرة، معلقة بهارات، ملح، هنضرب كل المكونات دي مع بعض وهرجع لكم. طيب خلصنا التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده، الريحة تحفة، حكاية حكاية حكاية. هنركن التتبيلة كده على جنب وهنشوف الحشوة اللي هنحشي بيها السمك. عندنا فلفل ألوان، عندنا فلفل رومي، عندنا بصل، عندنا جزر، عندنا فلفل سبايسي، عندنا ايه خضرة شبت بقدونس كزبرة أو شبت بس أو كزبرة بس أو بقدونس بس، مفيش أي مشكلة. هنقطع الحاجات دي كلها قطع صغيرة وهرجع لكم. كده خلصنا الحشوة بتاعتنا، قطعنا كل المكونات بتاعتها. بصوا الجمال، الحشوة دي ما بتترميش، الحشوة دي بتتاكل مع السمك. حاجة كده ايه، مش بقول لكم هتاكلوا أطعم سمك مشوي. تمام حبايبي؟ هنعمل ايه بقى؟ هناخد نص التتبيلة اللي احنا عملناها هنحطها على الحشوة. كده خدنا نص التتبيلة على الحشوة. هنقلب بقى ايه كل المكونات دي. كده خلصنا التتبيلة والحشوة بتاعت السمك. هنغسل السمك بتاعنا من الليمون علشان نحشيه بقى ايه ونشوي احلى سمك. حبايبي احنا تبلنا السمك وحشيناه اهو، حشوة بقى انما ايه تحفة. هنبتدي بقى نحط السمك بتاعنا في الردة علشان نشويه. بس الأول هنحضر الصينية أو الصاج اللي هنشوي فيه. عندنا صاج أنا حاطة عليه فويل علشان أحافظ بصراحة على الصاجة بتاعتي. هحط بس شوية زيت صغيرين علشان السمك ما يلزقش، وهندهنه إيه دهنة كده إيه خفيف. تمام حبايبي كده إيه تمام. هنبتدي ناخد السمك ونحطه في الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى صينية أو حاجة قومي إيه بالشكل ده كده. هقولك ايه تتكي على السمكة كده عشان تاخد تتبل بالردة كويس جدا. بس تمام. وهناخده على الصاجة بتاعتنا بالشكل ده. ناخد التانية
من غير بقى لا دخان ولا الكلام ده. بس قبل ما تحطي السمك في الفرن، فرن البوتاجاز، سخنيه كويس جدا. يعني انا دلوقتي مشغله الفرن. تمام حبايبي، عايزه اقول لكم اعملوه بالطريقه دي وهتدعوا لي، ولا هتشتروه بقى من بره تاني ولا الكلام ده. اكمل وارجع لكم. كده حبايبي انا خلصت السمك زي ما انتوا شايفين كده. عملنا صينيتين. انا مسخنه الفرن زي ما قلت لكم. هنبتدي ندخل السمك في الفرن على الصاجه. احنا حطينا السمك على الصاجه بتاعه الفرن، شغالين الفرن بس مش الفرن والشوايه. الشوايه مش هنشغلها دلوقتي خالص. تلت ساعه بالظبط واقول لكم الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده السمك اهو، اديني مقربه لكم اتشوى كله من تحت اهو. تمام حبايبي، كده هنطلعه على الشبكه وهنقفل الفرن ونشغل الشوايه 5 دقايق بالظبط، والسمك هيتشوي وشه من فوق، وهنخرج السمك بقى وهنشوف الجمال كله. كده حبايبي خلصنا السمك شويناه. بصوا الجمال، من غير لا ريحه ولا دخان، بس ريحه ايه؟ ريحه سمك جميل، ريحته جميله وطعمه جميل وكل حاجه فيها هتبقى جميله. هننزل عليه بقى ايه؟ بالحشوه اللي فاضت. مش احنا حشيناه الحشوه الجميله دي اللي فاض بقى هننزل على السمك من غير ما نحط لا ميه ولا اي حاجه. بسم الله. بصوا كده كده، اطعم سمك هتاكلوه لو عملتوه بالطريقه دي. ايه رايكم حبايبي بقى؟ الجمال كله. احلى سمك ممكن تعملوه. الطعامه كلها لو جربتوه بالطريقه دي مش هتشتروا سمك جاهز تاني. لا فيه زفاره ولا بقى زي انتم متخيلين بقى هنشويه في البيت هتبقى الريحه وحشه والدخانه معبقه الشقه والكلام ده. لا 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 لا، مفيش كلام من ده خالص. ولا فيه زفاره ولا فيه دخان ولا فيه الكلام ده كله، غير ان طعمه تحفه حكايه. احلى سمك مشوي ممكن تعملوه، واطعم سمك مشوي. تمام حبايبي، جربوا بالطريقة دي هيعجبكم قوي. مش هتشتروا سمك جاهز تاني، هتوفروا كتير كتير كتير، وهتاكلوه بقى ايه بنفس راضية. وطعم بقى ما اقول لكمش عليه، طعم حكاية حكاية حكاية. احلى سمك ممكن تعملوه. جربوه حبايبي، وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.